السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع وصفة جديدة من وصفات مطبخ الهواة مع سميرة. اليوم غادي نقدم لكم فاست فود، وجبة سريعة مع عصير اقتصادي ولذيذ جدا. الوصفة أو الوجبة اللي غنقدم لكم اليوم هي عبارة عن خبز همبرجر أو خبز برجر مع لا داند والكفتة والخضر، مصوب بشكل صحي جدا بلا زيت نهائيا باستعمال آلة ديال البانيني. ماشي غريبه، اكتشفوا معنا وبقى وغتشوفوا كيفاش غنصوبوه. العصير اللي صوبنا ديال البرتقال والحامض ودرت معاه شويه ديال الفخاز، برتقاله وحده حامضه وحده كتعطي كميه رائعه ديال العصير ولذيذ جدا. قبل ما ندوزو للمطبخ نكتشفوا المكونات مع طريقه التحضير. غنطلب من جميع المتابعين اذا كنتوا باقي ما درتوش لايك ديروا لايك الحلقه ديال اليوم، بارطاجيو ايضا الرابط ديال القناه ديالنا وديال الحلقه ديال اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع المعارف والاصدقاء ديالكم. واللي باقي ما اشتركش في القناه ديالنا هذه هي الفرصه باش يشترك، باش يتوصل بكل ما هو جديد وتشوفوا ايضا الوصفات السابقه. نتمنى لكم شاي طيبه. ندوز للمطبخ نكتشفوا المكونات. غنكتشفوا المكونات ديال الساندويتش ديال اليوم وغنشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالو. اول حاجه في المكونات بطبيعه الحال هي الخبز ديال الهامبرغر، بان برغر. انا خديت واحد وانت غتستعملي بطبيعه الحال حسب الكميه اللي بغيتي. انا غندير جوج واحد باش نوريكم كيفاش غنحضروا الساندويتش. بالنسبه للمكونات، فرomاج ديال الساندويتش، طريف ديال البنجال قطعته طرونش، مطيشه قطعتها طرونش، الكفته صوبتها لقط الخبيز، لا داند دي بروشيت شريتهم فيهم ديجا الاقامه، والمايونيز. اللي بغى يزيد الكيتشوب يمكن له يزيدها، اللي بغى يزيد البصله خضراء يمكن له يزيدها. شوفوا طريقه التحضير. المكونات كلهم غنصوبهم في الاله ديال البانيني، ما غاديش نحتاج نخدم لا مقله لا والو، كلهم غنخدم بهم في الاله ديال البانيني وكيجيو ساهلين وكيطيبوا بسهوله وبلا ما كيكون عندك الزيت والروينه ديال الزيت. نبداو على بركه الله. بسم الله نبداو. فناخذ الاله ديال البانيني وغادي نحط فيها الفنجان مطيشه وغادي نحط الكفته. مطيشه ما نطيبهاش بزاف، الفنجان والكفته خصهم يطيبوا مزيان. غنحط عليهم ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. بالنسبه لاداند باش نربح الوقت يمكن حتى هي طيب هنا. دابا انا باش نربح الوقت غادي نديرها مقيله بشحال دغيا دغيا. لاداند حتى هي حطيتها في البانيني باش تجيكم الوصفه كيف قلت لكم. قلت بلا ما نديرها في المقله نديرها في البانيني مع باقي المكونات. كونصا غتشوفوا بلي بامكانكم الاله ديال البانيني تستخدموها، ماشي فقط البانيني، تستخدموها المكونات اخرى، تستخدموها بحال هكذا الساندويتشات، الخضره، اللحم، لي ستيك ايضا يمكن لكم ديروا فيها الفيلي، الفلفله يمكن لكم تشويو فيها الفلفله ايضا كتشويها بطريقه رائعه جدا. دابا نشارك معكم شي وصفه فيها ستيك والفلفله نوريها لكم. يعني ماشي ضروري تشري شويه كهربائيه، ديرها عندك الاله ديال البانيني شويه كبيره بحال هكا يمكن لك تستخدميها في استعمالات كثيره جدا وتستافدي منها. ما تكونش فقط للخبز او انك تصوبي البانيني تخيسي فيها البانيني فقط، لا، ممكن تستخدميها ايضا بحال القلايه الكهربائيه. غنطفي عليهم غنخليهم يتحمروا. المطيشه هي زولتها ديجا بركه عليها الخيار. المكونات الاخرى ها هي باقا كتحمر، شفتوها شفتوا النتيجه في الكفته كي كتبان. هي باقا شويه غادي نحيدها، باقي الاخرين راهم باقي يتحمروا مزيان. مزيان هو خضر شويه، نخليهم مازال شويه ونرجعو ليهم. شفتوا كيفاش لاكان تحمرا،
نشوفها ايضا حمراء، فقط غادي نردها شويه باش تبقى محافظه على السخونيه ديالها. نردها هنا باش دابا غادي نديرها في الخبز مع باقي المكونات. فوالا دونك بارك عليهم، كنزيد عليهم كنضغط عليهم باش كنعرفوا صابو. الا صبغتوا معايا كنفهم بلي صافي صافي. هكا صافي ندوزها. شتي ملي كتضغطي عليها وكتلقايها كتقطع بسهوله كتشملي صافي. غادي نطفي عليهم وغنرجعو باش نصوبهم في الخبز وغنوريكم كيفاش غنستفو في الخبز. وكله سريعه، وكله سهله، وكله لذيذه جدا، خفيفه، ساندويتش خفيف بلا ما تخرجي تاخدي برا في اي وقت في الدار يمكن لك توجديه. بقاو معنا غنرجعو نوريكم. غناخدو الخبيز ديالنا من بعد ما زولنا ليه البضعه، كنزولوها من الطرف بجوج. تناخد الطرف التحتاني اللي هو هذا، غادي ندير شويه ديال المايونيز حسب الذوق ديالك، ديال الكميه اللي تعجبك. وغندير الطبقه الاولى غندير فيها لادانت، لا درتها هي لتحت لحقاش شويه درتها الفوق هي مقطعه تقدر طيح لي، دونك غنديرها هي التحتانيه بهذا الشكل هذا. انا بغيت نديرو فريمون غني، هادي بلاش لحقاش غيتضغط بزاف. مزيان، وغندير هادي هنايا بهذا الشكل هذا. ثم غادي ندير بسم الله مطيشه، ندير الفرomاج، وندير الفنجان، ثم غنحط كفته. بسم الله بهذه الطريقه هذه. وغناخد الطرف الاخر ديال الخبز اللي قلت لك مسبقا زولت البضعه ديالو، وغندهنو حتى هو المايونيز. بهذا الشكل هذا. سي بون، غنغطيه بهذه الطريقه وغنبريسيه. غنزول هذا وغنبريسيه. كيف كتلاحظوا ما استعملناش الزيت نهائيا، يعني بالنسبه لاصحاب الحميه الغذائيه، بالنسبه لاصحاب الكوليسترول اللي ما خصهمش ياكلوا الزيت، الناس اللي كتلعب الرياضه وكتبغي تحافظ على الرشاقه البدنيه ديالها ولا اللياقه البدنيه ديالها، فهي اكله صحيه 100%. ما استعملش الزيت نهائيا، شفتوا قدامكم كلشي حطيته هنا بدون استعمال الزيت، بدون استعمال الزبده، بدون استعمال الليدام. هو كيطلق الليدام ديالو، بالعكس كيتصفى من داك الليدام ديالو، المكونات كلها تلقات الزيت ديالها كيف كتشوفوها هنايا. دونك حنا كنستعملوا اللحم والخضره بدون اي مواد دسمه. غادي نقي فقط هاد الثاني غنزول هذا اللي فيه البقايا ديال الليدام ديال الماكله، وغنبريسي فيه الخبز ديالي وغنوريكم الشكل النهائي من بعد. دابا غنصوبوا العصير ديالنا اللي هو غادي نصوبوه بابسط المكونات وبشكل اقتصادي جدا. شنو غنحتاجو فيه؟ ليمونه وحده وحامضه وحده. ليمونه قشرناها ولكن ما حيدناش لها القشره الداخليه، دونك كنحتفظوا بالقشره الداخليه ديالها. الحامضه نفس الشيء، القشور ديال نص ليمونه والقشور ديال الحامضه كامله. انا عندي شويه ديال الفريز كان بقى لي مجمد غنستعملو ايضا، والسكر حسب الذوق. اول حاجه غنديروها كناخذوا الخلاط الكهربائي وتنوضع فيه الحامض. بسم الله
ليمون او البرتقال، ثم قشره ديال نص ليمونه وقشره ديال الحامضه كامل. غنحط ليه، ما غنديرش هادو دابا، ما غندير ني فريز لا سكر، غندير حوالي نص لتر د الماء، غنطحنو ونرجع نوريكم شنو غنديرو من بعد. ها هو الخليط الاول او العصير الاول اللي كنحصلوا عليه. كنصفيوه باش نوضعوه في واحد الاناء، يا اما وضعيه في اناء هكا يا اما وضعيه اناء كبير. غنعصروه، غادي نصفيوه بليتو. غنصفي نكمل عمليه التصفيه ونرجع نقول لكم شنو غنديروا من بعد. ملي كنصفيو المره الاولى دونك هذا هو اللي تصفى، داكشي اللي بقى لينا في الصفايه من الفوق تنعاودو نردوه للخلاط ديال الكهربائي وتنعاود نضيف ليه شويه الماء، وهذا هو اللي غنعاود نضيف ليه الفريز. نضيف الفريز هكا، وغادي نضيف السكر قلنا حسب الذوق، وغنديرو في الخلاط يتطحن، وغنعاود نصفيه ثاني ونرجع باش نوريكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم كي كتشوفوها. الساندويتش ديالنا الاقتصادي اللذيذ الرائع جدا والصحي ايضا، كفته مع لادان مع الخضر في منتهى اللذه صراحه. والعصير ديالنا اقتصادي شهي لذيذ وصحي ايضا، وجبه متكامله على المستوى القيمه الغذائيه، قدموها للاسره ديالكم، شهيه طيبه لكم ولجميع افراد الاسره. صحه وراحه، الى اللقاء في حلقه مقبله مع وصفه جديده ان شاء الله من وصفات مطبخ الهواة مع سميرة. الى اللقاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.